عبد السلام راجح، مدرس دبلوم الذكاء الاصطناعي الدفعة الثانية. أود في نهاية أو في ختام هذا البرنامج الرائع أن أشكر أو أتقدم بالشكر الجزيل للبشمهندس حسام الحيمي الذي أطلعنا على كثير من التفاصيل وعلى مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، وكذلك المعلومات التي طرحها كانت معلومات قيمة ولأول مرة يعني نطلع عليها. كانت هناك الكثير من الحقائق العلمية ومرحلة ونشأة الذكاء الاصطناعي يحتاج الإنسان في وقتنا الحالي إلى معرفتها، لما يشهده من ثورة كبيرة في هذا المجال، مجال الذكاء الاصطناعي. فلا يمكن أن تعرف الساق إذا لم تعرف أو تطلع على الجذور. فجذور الذكاء الاصطناعي يعني أخذنا عنها فكرة كبيرة وتفاصيل مثيرة ورائعة مع البشمهندس حسام الحيمي. كان دبلوم رائع جدا، استفدنا منه الكثير والكثير. وكذلك كان ختام البرنامج تطبيقات عملية على بعض التطبيقات التي تحاكي الذكاء الاصطناعي. أفادتنا الدورة كثيرا واستفدنا منها كثيرا، ونتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى للبشمهندس حسام الحيمي. فيكس كود